مجموعه من الملفات، منها اولا الزنزانه 10. الزنزانه 10 اللي هي جات في المحضر ديال 10 اكتوبر كما كتعرفوا، باردون 10 دجنبير، المحضر ديال 10 دجنبير اللي وقعت له النقابات الاربع، وجاب مكاسب حتى هو. كاين مكاسب، وهذو كان مكاسب ديال الحراك ماشي ديال الحد. الحراك التعليمي هو اللي جاب هذه المكاسب، وهذا الحراك شارك فيه جميع نساء ورجال التعليم، جميع المكونات ديالهم. اذا هذا حراك تعليمي جاب الاتفاق ديال 10 دجنبير اللي وقعت فيه النقابات الاربع مع الحكومه. اش كاين فيه؟ بان الزنزانه 10 غيتعطاهم 4 سنوات اعتباريه في الدرجه الثانيه، وهذوك 4 سنوات الى ترقى بعد 14 سنه غيتحسبوا الاقدميه في السلم الجديد في حدود 4 سنوات. كذلك في الاتفاق، هذا الاتفاق الاخير ديال 26 دجنبر جودنا هذا العرض، يعني بدل 4 سنوات غتزادوا 5 سنوات اعتباريه، والناس اللي توظفوا في 93 94 95 غتزادوا 3 سنوات في سلم 11، اللي توظفوا في 96 غتزادوا 2 سنين في سلم 11، اللي توظفوا في 97 غتزادوا سنه في سلم 11. يعني باش نشرح حيت هذا الملف طرح بزاف ديال الاسئله كيجيو فيه. اولا نشرح واحد النقطه كطرح بزاف وفيها واحد المشكل ومجموعه من الناس كيتصلوا بها. مثلا شي واحد عنده السلم 9 باردون عنده السلم 10 عنده فيه 9 سنين، غيتزادوا 5 سنين، يعني غادي يوصل 15 سنه السلم 10 غيدوز مباشره بالتسقيف السلم 11 وغيحتفظ بسنه ديال الاقدميه في السلم 11. يعني كاين اللي تيقول اودي واش غنسجلوا 4 المرات واخا نوصل ل 14 سنه نسجل 4 المرات غندوز للسلم 11؟ لا، هذه المساله سولنا عليها اليوم في الوزاره الحكومه وسولنا عليها الماليه، قال لك لا، هذه المساله ما كايناش، غير يوصل 14 سنه غادي يدوز مباشره، غادي يدوز للسلم 11. يعني ماشي حتى يتسجل 4 مرات السلم 10 في الدرجه الثانيه عاد يدوز للسلم 11. مثلا اللي عنده 9 سنين، مثلا اللي عنده 9 سنين زدنا لي 5 سنين غتولي عنده 15، غتولي عنده 14 سنه، هذاك غيدوز مباشره للسلم 11 دونك غيدوز مباشره ما عندوش. اللي عنده 10 سنين مثلا في السلم 10 زدنا له 5 سنوات غتولي عنده 15، غيدوز للسلم 11 وغيستافد من سنه ديال الاقدميه في السلم 11. اللي عنده 12 سنه في السلم 10 زدنا له 5 هي 17، هي 12 زائد 5 هي 17. واقيلا ما غلط ديك الساعه في حساب. المهم 9 زائد 5 قلنا هي 14، دونك هي هذيك 10 زائد 5 هي 15، دونك 15 14 سنه غدوز ل 11 وغيستافد سنه ديال الاقدميه. اللي عنده 11 سنه غتزيد ليه 5 سنين غتولي عنده 16، يعني غيطلع ل 10 غيطلع ل 11 زائد سنتين ديال الاقدميه في السلم 11 الى غير ذلك. هذه النقطه غير باش نوضحوها لان بزاف فيها ديال الاسئله. نجيو للنقطه الاخرى اللي فيها هذه الاقدميه في السلم 11. الناس اللي الزنزانه 10 صحاب 93 اللي وظفوا في 93 94 هادو راه كلشي عندهم في السلم 11. زدناهم دابا الجديد، زدنا لهم 3 سنوات كاقدميه في السلم 11. ومن بعد نقول لكم الاهميه ديال هذا، زدناهم 3 سنوات الاقدميه في السلم 11. اللي عندهم 5 اللي توظفوا 95 96 97 هادو هما اللي كثار، هادو الاغلبيه، وهادو هنا فين كاين الكثره ديال الزنزانه 10. هادو كلشي غيدوز السلم 11 2022 و2023. اذا واحد الطرف واحد الطرف من هاد الناس غيدوز 2022، الفوج الاخير غيدوز 2023. هادو اللي توظفوا 95 96 97 وغتزادهم سنتين كاقدميه في السلم 11، يعني عندهم سنتين في الاقدميه في السلم 11. بالنسبه دونك كما قلت هادو مكاسب ديال الزنزانه 10 اللي جابهم هذا الحراك واللي كاينين في هذا المحضر، واللي كما قلت بدل 4 سنوات زدناهم 5 سنوات. وكذلك الناس اللي عندهم سلم 11 عندهم كذلك واحد البونيس ديالهم في الاقدميه كذلك. اذا هذه المساله ربما الزنزانه 10
واضحه. بيان سور هاد الزنزانه 10 كاين بعض الاخوان ما رضاهمش هذا الشيء، لان هاد الزنزانه 10 فيها مجموعه من الفئات، كل واحد ملي كيتصل بينا ولا كيجيب الملف كل واحد مخرجوا واحد السيناريو معين، تيقول لك لا انا هذا السيناريو ولا هذا السيناريو. كاين اللي كيطلب مثلا تزاد 5 سنوات ولكن يدوزوا بدون حصيص، هادشي طرحناه، ولكن قال لك الوزاره والديره ما يمكنش انا ندير بدون حصيص، ندير ترقيه استثنائيه. اذا كنت غندير ترقيه استثنائيه خصني نديرها لجميع الموظفين، لان بحال مثلا الدكاتره ما بغوش المباراه، قال لك ندوزوا مباشره. حاملي الشواهد قال لك المباراه ما مطلب ديالهم نحيدوا المباراه. اذا هنايا الوزاره كتقول لكم دير درنا هذه العمليه خصني نفتحوا ترقيه استثنائيه لجميع الموظفين، وهذه المساله ما يمكنش نديرها، اذا درت لشي فئه غندوز لفئه اخرى. فعلا كاين اللي تيقول لك راه كاين داروها لبعض الفئات الاخرى، ولكن هذا نضال اللي ممكن الخضوع مستقبلا على اساس تكون ترقيه استثنائيه وتغيير الاطار الجامعي.